دفعة 2025 أهلا بيكم بربوان. يلا مع بعض الفوكاب. أول حاجة معانا vacation أجازة، tournament بطولة، workshop ورشة عمل، coach مدرب رياضي، volunteer يتطوع، forum post منشور في منتدى، recycling center مركز إعادة تدوير، empty فارغ. ال AI artificial intelligence الذكاء الاصطناعي، imagine يتخيل، talented موهوب، tiring مرهق أو متعب، community garden حديقة مجتمعية، rapper غلاف، activity نشاط، boosters ملصقات. نكمل معانا complete the following sentence using the words in the box. يلا نكمل الجمل دي بالكلمات المناسبة في الصندوق. tiring coach tournament workshop vacation. أول حاجة معنا بيقول we can do many activities، احنا نقدر نعمل أنشطة كتير in summer vacation في أجازة الصيف. تاني نقطة بيقول my dad works in بيشتغل فين near our house جنب بيتنا قريب من البيت، يبقى بيشتغل فين works in a workshop. it is to stay up too late every night. it is tiring ده متعب جدا ان انت تسهر طول الليل. our team فريقنا took part اشترك في ايه بقى in a football tournament بطولة رياضية أو دورة رياضية last year السنة الماضية. نكمل كلمات lesson 1. parents الوالدين parents، grandparents الأجداد grandparents، software برامج الحاسوب software، score يسجل score، nervous عصبي nervous، safe آمن safe، kick يشوط الكرة kick، adult بالغ أو راشد adult، local محلي local، goals أهداف goals، mention يذكر أو يشير إلى mention، blog post منشور مدونة blog post، join ينضم إلى join، neighbors جيران football club نادي كرة قدم football club نادي كرة قدم، excited متحمس excited، famous مشهور famous، area منطقة أو مساحة area. كمل مع بعض lesson 2. notice يلاحظ، cans علب من المعدن cans، meeting لقاء أو اجتماع meeting، member عضو في فريق، young people الشباب، solve يحل solve، project مشروع project، leader قائد leader، collect يجمع letter قمامة positive إيجابي surprised مندهش surprised، repeat يكرر repeat، alphabet الحروف الهجائية أو الأبجدية alphabet، especially على وجه الخصوص especially، check يختبر أو يفحص check، chocolate bar قالب شوكولاتة، new جديد. conjugation of irregular verbs تصريف الأفعال غير المنتظمة في ال present وال past participle. يلا مع بعض. teach يعلم taught، say يقول said، win يفوز won، set تغرب الشمس set زي ما هي مش بيتغير، understand يفهم understood، grow ينمو أو يتزايد grown، leave يغادر left، read يقرأ read. يعني احنا في الماضي هي الكتابة واحدة لكن في الماضي بيختلف نطقها. write يكتب wrote written. الكالوكيشنز معانا اللي هي المتلازمات اللفظية collocations معانا زي win a tournament يفوز ببطولة win a tournament، have fun يمرح have a better life يحصل على حياة أفضل، score goals يحرز أهداف، make a mistake يخطئ، make changes يقوم بإحداث تغييرات،
make a poster يصمم ملصق. يعني الفيرب بيجي مع الكلمة دي بيعمل متلازمة لفظية لهم معنى واحد. السينونيمز and antonyms المترادفات والمضادات، زي معنى الويرد الكلمة، والسينونيم المرادف ليها، والانتونيم المضاد أو الأوبوزيت العكس بتاعها. win يفوز، هي achieve يحقق، عكسها lose يخسر. start يبدأ وbegin يبدأ، عكسها finish أو end ينهي. safe آمن، protected آمن أو محمي، عكسها dangerous خطير. strange غريب، unusual غير عادي غريب، العكس بتاعها normal أو usual أو common. possible محتمل، ليها معنى آخر المرادف بتاعها likely أو probable، عكسها تماما impossible مستحيل. مكملين مع بعض prefixes and suffixes البدايات والنهايات. الوظيفة هنا الفانكشن بنكون الاسم من الفعل نفسه من خلال ان احنا بنزود مثلا البريفكس او السافكس. مثلا معانا play يلعب، لما احط لها er هتبقى player لاعب. leader قائد، teacher معلم، ومعانا ال ATION بقولها شن preparation تجهيز او استعداد preparation. معانا كمان talented موهوب من talent موهبة talented. surprised مندهش من surprise دي صفة، وهنا بيجي معانا من الصفة surprise talent موهوب talented surprised مندهش. مكملين choose the correct answer from A, B, C or D. we add the suffix بنزود الsuffix to form the noun عشان نشكل الاسم of the verb lead. بنزود ايه؟ er leader قائد. number 2 the suffix changes word بتغير الكلمة talent موهبة into an adjective للصفة. بنزود لها ايه؟ ed talented موهوب برافو. the opposite of the word يعني عكس كلمة safe آمن is dangerous خطير برافو. the synonym of the word strange is المعنى التاني الغريب ايه هو؟ unusual برافو، غير معتاد غير عادي غريب مختلف unusual. general notes on reading and listening. quiet يعني هادي، تستخدم كصفة بمعنى هادي. quiet بتساوي calm adjective. our street is quiet and very safe شارعنا هادي وآمن. أما quiet تستخدم بمعنى إلى حد ما. she is quite good at tennis يعني هي شاطرة شوية إلى حد ما في التنس. tiring و tired adjective بمعنى متعب أو مرهق. his work is so tiring شغله متعب. أما tired دي adjective بتيجي مع البني آدم. he works for a long time أو بيشتغل مدة طويلة جدا so he feels tired ويشعر بتعب، بتوصف الأشخاص. أما tiring بتوصف الأشياء والمواقف. instead of معناها بدلا من ذلك. he didn't use his car he used his father instead هو لم يستخدم سيارته، هو استخدم سيارة باباه بدلا من ذلك. يبقى بدلا من ذلك بتيجي دايما في نهاية الجملة التانية. أما instead of بيجي وراها noun أو verb أو ing اللي هو الجيرند. it was fun to be a teacher instead of a student ده شيء ممتع جدا ان انت تبقى مدرس بدل من ان انت طالب. instead of doing his homework he went to bed بدلا من هو يعمل واجبه هو راح ينام. important expressions and prepositions يعني تعبيرات وحروف جر هامة. معنى الاكسبريشنز تعبيرات زي write stories يؤلف قصص. for a while لبعض الوقت. tried my best بذلت قصارى جهدي. join the team ينضم إلى فريق. take part in يشارك فيه. help out يقدم مساعدة. أما بالنسبة للبريبوزيشنز حروف الجر clean up ينظف. at first في البداية. decide to يقرر أن.
for the next 6 weeks لمدة 6 أسابيع مقبلة. at the end of في نهاية wait for ينتظر شيء أو شخص. كده نكون خلصنا الليسن الأول والتاني. أول كومنت هيكون فيه سؤال، أحب جميع الطلبة إن هم يجاوبوا لي عليه في الكومنتات، وهشوف كل الكومنتات وإن شاء الله هرد عليها كومنت. أحب أشوف مشاركتكم للقناة، كومنت، لايك جميل، ويا ريت تنشروا الفيديو عشان تعم الفايدة والأجر المنفعة لكل الطلاب. انتظرونا إن شاء الله في تكملة باقي اليونت. بالتوفيق يا رب. جود باي.